بسم الله. كيكة الشوكولاتة من غير بيض. اول حاجة بجيب الصينية بتاعتي، دي صينية اصغر مقاس تقريبا 24. هبدأ ادهنها بسمنة كويس جدا، وبعدين احط ورق الزبدة وادهن عليه كمان بالسمنة بالطريقة دي لانها كيكة من غير بيض. هنا بقى هبدأ اشغل الفرن بتاعي على 180 درجة، واجيب 2.5 كوب من الدقيق. هستعمل الكوب اللي هو بتاع الشاي اللي هو 200 ملي، وابدأ انخل كويس. واهم حاجة هي مرحلة النخل دي علشان ندخل الهواء جوه الكيك بتاعنا. هنضيف نص كوباية كمان من نشا الذرة. طبعا الدقيق اللي معانا ده كان دقيق متعدد الأغراض. هضيف كمان نص كوباية من الكاكاو الخام الغير محلى، طبعا لازم تكون نوعيته كويسة. كيس من البيكنج باودر أو ما يعادل معلقة كبيرة. هبدأ أنخل المكونات كويس جدا الجافة مع بعض، وياريت ننخلهم حوالي 3 مرات علشان ندخل هوا كتير جوه الكيك. اخواتي الغاليين، لايك شير اشتراك في قناة روشا ابراهيم شيف الواحد. هنضيف هنا بقى ربع معلقة صغيرة من الملح، وكمان هنضيف عليهم ربع معلقة صغيرة من البيكنج صودا، ودي مهمة جدا. وكمان معلقة من النسكافيه او القهوة سريعة الذوبان، بتدي طعم حلو جدا للكيك. وهبدأ اقلبهم كويس جدا بالمضرب اليدوي. انا مرضيتش احطهم وانا بنخل لانهم احيانا ما بيرضوش ينزلوا من المنخل اللي معايا، عيونه ضيقة. فبالطريقة دي اضمن يعني ان انا اقلبهم كويس جدا في الخليط الجاف اللي معايا زي ما انتوا شايفين. هنا بقى هنزل بكوباية ونص من مية دافية. مية دافية يا جماعة مش ساقعة، علشان تدوب معانا السكر. وهننزل عليها بكوبايتين الا ربع من السكر. طبعا مش هنحط الزيت دلوقتي علشان السكر يدوب معانا. بالمضرب اليدوي يبقى سهل عليكم، ولو حابين تودوه على الخلاط بيبقى اسهل بكتير جدا في الضرب بتاعه. هننزل بكوباية الا ربع من زيت الطعام. نوعية الزيت مهمة جدا جدا، يكون زيت نوعيته كويسة ملوش ولا طعم ولا ريحة، علشان ما يأثرش معانا في الكيك. وطبعا نزلنا بورقة من الفانيليا او معلقة صغيرة من الفانيليا السايلة، ونقلب بالمضرب بتاعنا كويس جدا، ونتأكد ان السكر داب تماما يا جماعة. ودي خطوة مهمة جدا علشان الكيك بتاعنا يطلع ناجح. انزل بقى بالخليط السائل على الخليط الجاف، وابدا اقلب في الكيك بتاعي بالشكل ده بالراحه خالص. طبعا احنا مش بنقلب كتير في الكيك، احنا مجرد ان احنا بس بنمزج المكونات مع بعض. انزل هنا بكوبايه بقى من الميه المغليه، والخطوه دي هي اللي هتنجح لي الكيك بتاعي وهتخليه يطلع هش معايا جدا. انزل واحده واحده كده، وابدا اقلب في الخليط اللي معايا. خدوا بالكم يا جماعه، الخليط ده بيبقى خفيف نوعا ما، مش زي الخليط الكيك بتاع البيض العادي، لا بيبقى خفيف علشان محدش يعملها ويفتكرها انها ما نجحتش معاه. هنحطه بقى بعد ما نخلصه كده، هنحطه على الرف الاوسط عادي جدا في الفرن على درجه حراره 180. هياخد معانا من 45 دقيقه ل50 دقيقه. منفتحش عليه خالص البوتاجاز قبل 40 دقيقه. نبدأ بقى نختبرها بخلة ونشوفها. أنا قعدت معايا حوالي 50 دقيقة زي ما اتفقنا. أول ما طلعت معايا من الفرن أنا قلبتها بصراحة وهي لسه سخنة، المفروض تسيبوها لما تبرد، بس أنا كنت عايزة أشتغل فيها على طول. فقلبتها وهي سخنة، وابتديت أشيل ورق الزبدة زي ما انتوا شايفين. هنا بقى هجيب كيك صوص شوكولاتة، أو ممكن نوتيلا أو كريم شانتيه أو أي صوص انتوا تحبوه. هي كده تقريبا كانت بردت معايا. بصوا يا جماعة، رأيي في الكيكة دي هي حلوة طبعا، بس مش زي كيك البيض. يفضل طبعا ان انتوا تاكلوها مع اي صوص انتوا تحبوه، بيبقى طعمها حلو جدا في الصوص. انا عملت معاكم برضو كيكة من غير بيض بس بالفانيليا، وعملناها جاتو العلبة. هسيب لكم بقى الرابط بتاعها في صندوق الوصف، هتعجبكم جدا لو جربتوها. ودي عملتها بقى بالشوكولاتة. هنبدأ نوزع الصوص بتاعنا بالشكل ده على الكيك. بيبقى طعمه حلو قوي قوي مع الصوص، جربوه هيعجبكم جدا جدا. ممكن نقسمها لأجزاء ونعملها تورتة، مفيش مشكلة خالص، هتبقى حلوة خالص برضو. ان شاء الله هبقى اعمل معاكم الصوص الشوكولاتة الاقتصادي ده، مش مكلف. هنبقى نعمله برضو في فيديوهات جاية. هنبدأ نوزع الصوص بتاعنا بالشكل ده، ونساوي في الكيك بتاعنا بالطريقة اللي انتوا شايفينها دي. اننا في موسم الفراولة، فميكس الفراولة مع الشوكولاتة، الحاجة المززة كده مع الحاجة الحلوة بيدي طعم حلو جدا. هزينها بقى بشوية كده من الفراولة، وكمان هزينها بشوكولاتة اللي هي الشوكولاتة السواريه دي.
طعمها برضو حلو جدا، مديها طعم حلو. طبعا التزيين ده في الاخر بتبقى حاجة اختيارية ترجع لكم انتوا. يا رب الطريقة تكون عجبتكم النهاردة. اكرمكم الله بالعفو والعافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.